هلا بالشباب. اليوم عندنا وحش ألماني دخل فورزا هورايزن بقوة بي ام دبليو ام 4، وهل تستاهل كل هالضجة؟ وفعلا تقدر تنافس أقوى سيارات باللعبة؟ وخلينا نكتشف سوا. أول شي نشوف شكل بي ام دبليو. إضاءة ال اي دي، فتحة تهوية راديتر كبيرة، والتصميم عدواني، وصراحة فخامتها تختلف عن باقي السيارات الألمانية. هاي علامة ام 4 كومبيتيشن، يمكن ما مبينة بالتصوير. والشكل الخلفي حلو بأربع اكزوزات حتى يصير صوت طرب، يعني مدققين بتفاصيلها، تدقيق قوي وحلو. وهنا راح ندخل للداخل مع سيارة، مدققين بكل شي من فتحات التبريد وتحكم الدركسون واشياء هواي تحكمات، وتحكم الجام على الباب، وحتى الماكينة مبينين دبل فلتر هواء وتوين تيربو، ويعني هواية تفاصيل. وهنا راح ندخل على قطع التزويد ونشوف الماكينة والهاي، يعني نقدر نبدل الماكينة ونخليها دفع رباعي، فراح نخليها ستوك، وتقدر تزود التيربو والشوتة وغيرها من الأشياء. فإحنا راح نخليها ستوك حتى نشوف التسارع والتوب سبيد مالتها. هسه وصلنا لاختبار السرعة والتسارع والتوب سبيد مالتها، وراح نشوف كم ثانية يلا توصل 100 وش قد التوب سبيد مالتها. هي وصلت وياي 320 كيلومتر بالساعة، بس انقطع التصوير وما أدري. التحكم رهيب، والسيارة تلزم بالشارع مثل المغناطيس، حتى بالمنعطفات الحادة. ولو كنت تحب الدريفت والأنفور راح تعطيك تجربة متوازنة بين القوة والتحكم. خليكم ويا الفيديو وشوفوا التحكم مالتها. جربوا تقارنها بأودي ار اس 5 واللكزس ال اف اي، بس الانفور فازت بالتسارع والتحكم، واللكزس فازت بالصوت. بس بشكل عام الانفور تجمع بين الاداء والمتعة، ويعني سيارة حلوة بالتسارع وبالتوب سبيد وغيرها من الاشياء. واذا كنت من محبين بي ام دبليو او تفكر تشتريه داخل فورزا، البي ام دبليو ام 4 خيار قوي وجاهز لاي تحدي. وشنو السيارة اللي تريدون اختبرها؟ وكتبوا لي بالتعليقات. وملاحظة، البي ام دبليو ام 4 ما موجودة بس بالباك ستيج. ولا تنسون اللايك والاشتراك، وكتبوا لي بالتعليقات. والفيديو الجاي راح نلعب باتل رويال.